دلوقتي قال لي ان عندي السقالة دي مرتبطة باللوح الخشبي اللي هو المود شيل. تمام. عن طريق ده المود شيل عن طريق حاجة اسمها البيز بليت بليت البيز البيز بليت. تمام. كل ده هنشوف شكله على الحقيقة ان شاء الله. في حاجة اسمها الجاك ده لما تعمل سقالة على ارض مايلة عشان الميل دوت بتعوضه بحاجة. تمام. مثلا مثال مثلا زي اللمبة الالاوز كده، في حاجة اسمها سكرو. السكرو دوت بتعليه من الجنب اللي هو مايل منه بحيث السقالة تبقى عندك في وضع مستقيم. ده كده اسمه الجاك، او ساعات بيسموه بلغة الصناعية العصفورة. خلاص احنا اتكلمنا في السكرو ده ان هو بيعلي من الجنب اللي هو مايل منه بحيث ان السقالة تبقى عندك في وضع مستقيم. ده كده اسمه الجاك، او ايه ساعات بيسموه بلغة الصناعية ايه العصفورة. بكده في عندي تمام ماتشل، وعندي البيس بليت، كمان في عندي السلم، وعندي المقصات، عندي كمان الشباك نفسه. كل دي بيانات ممكن لو جاب لك رسمة من السقالة هيجي يقول لك ايه اذكر لي تمام نوع السقالة وحط البيانات عليها. ودي جات لي انا شخصيا في احد الشركات. فدي جات لي انا ايه في الامتحان في احد الشركات، حطيت لها بيانات اكتر من اللي هو كان طالبها. اسم كورس السقالات Advanced Scaffold Inspector. Advanced Scaffold Inspector. كلمة فريم معناها إطار، كلمة selection معناها اختيار. Scaffold frames إطارات. السقالة are available in معناها تتوفر أو متوفرة. into basic معناها الأساسي. configuration ومعناها التكوينات. the end frame الإطار النهائي. and the wake معناها سير أو wake through من خلال الإطار، مش من خلال الايه الإطار. اهو يا جماعة شايفين البيانات. عندك الجارد ريل